مش قلت لكم الزمالك ملوش ملكة؟ زمالك عكس المنطق، ملك ملوك نسف التوقعات، أفضل نادي على مستوى العالم، يقدر يهد كل التحليلات لأفضل المحللين. أي وقت تلاقي الناس بتتكلم على إن الزمالك هو الطرف الأضعف، اعرف إن الزمالك هيكسب. أي وقت تلاقي كل الناس اللي بتطلع في التلفزيونات بتتكلم إن الطرف التاني هو الأقوى وصاحب اليد العليا، اعرف إن الزمالك هيفاجئك في المباراة. كل ده ليه؟ عشان ورا الزمالك جمهور ما بيسيبهوش أبدا. الزمالك دايما وأبدا بالجمهور وللجمهور. مش هقول لك اعمل لايك لانك هتنزل تعمل لايك لوحدك بعد ما كلامي اكيد لمس قلبك يا زملكاوي. خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اول خبر. يلا. كشف الجهاز الطبي لفريق كره القدم في نادي الزمالك عن حجم اصابه عدي الدباغ ومحمود بن طارق خلال مباراه بيراميدز في بطوله السوبر. واكد الجهاز الطبي على اصابه الثنائي بشد عضلي خفيف. من المقرر ان يخضع اللاعبان لبعض الفحوصات الطبيه خلال الساعات القليله المقبله لتحديد مدى امكانيه مشاركتهم في التدريبات. في خطوه تحفيزيه لرفع المعنويات، قررت اداره الزمالك تخصيص مكافآت ماليه استثنائيه للاعبي فريق كره القدم في حال نجاحهم في التتويج بلقب بطوله كاس السوبر. هذه الخطوه الاداريه تهدف لتحفيز اللاعبين وتقديم دعم اضافي للاعبين لتحقيق اللقب. إدارة نادي الزمالك قررت صرف هذه المكافآت بشكل مرتبط بشكل مباشر بحصد لقب السوبر. لا يقتصر هذا التحفيز فقط على تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز. طبعا بتترقب جماهير كرة القدم المصرية موعد مواجهة نارية في نهائي كأس السوبر المصري ما بين الزمالك والأهلي. نهائي كأس السوبر سيكون مساء الأحد القادم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. تنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت الإمارات، في أجواء جماهيرية كبيرة. من المتوقع أن تشهد حضور حاشد من مشجعي القطبين. عبر محمد عواد حارس مرمى الفريق عن السعادة الكبيرة بتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر في الإمارات. وأكد عواد في تصريحات تلفزيونية أن جميع حراس الزمالك على أتم جاهزية فنية في أي وقت يحتاجهم الفريق إليه. واكد انه قام بدراسه اسلوب لاعبي بيراميدز في تسديد ركلات الجزاء من خلال مشاهده الفيديوهات قبل المباراه، وهو ما ساعده في التصدي لركله الجزاء الحاسمه التي منحت الزمالك بطاقه التاهل. اي حارس يدخل المباراه يجب ان يكون جاهز تماما لتحمل المسؤوليه، ولكل حارس طريقته في التصدي لركلات الترجيح. الحمد لله على التوفيق، وانا دايما تحت امر نادي الزمالك. ضحيت كتير من اجل الزمالك ولن اتاخر عن التواجد في اي وقت يحتاجني اليه الفريق. ووصل عواد تصريحاته مؤكدا على جاهزيته لمواجهة الأهلي في النهائي، متحدثا عن الأهلي قائلا: فريق كبير، وهو على المستوى الشخصي يحب المباريات الكبرى. نحتاج هذه البطولة في هذه الفترة، وهدفنا واضح: الفوز باللقب وإسعاد الجماهير. حصل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق على جائزة رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر. وبعد الأداء المميز الذي قدمه ناصر ماهر خلال المباراة، توج بجائزة رجل المباراة. ناصر ماهر إلى جانب تقديمه أداء مميز في اللقاء، نجح في تسجيل أحد ركلات الترجيح التي ساهمت في تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية. علق عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك على فوز الأبيض على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس السوبر أمام الأهلي. عبد الله السعيد ومن خلال تصريحاته أكد أن لاعبي الزمالك كانوا على قدر المسؤولية خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وأشار إلى أن الجميع داخل الفريق يطمح لحصد لقب البطولة وإسعاد جمهور الزمالك. وأوضح عبد الله السعيد في تصريحات عبر قناة الزمالك أن مواجهة الأهلي المقبلة في النهائي ستكون قوية ومليئة بالتحدي، وأكد أننا كفريق سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز باللقب وإسعاد جماهير نادي الزمالك. اللاعبون تعهدوا قبل مباراة بيراميدز على تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، وقد نجحنا في تنفيذ ذلك داخل الملعب واستحققنا التأهل للنهائي. أكد محمد إسماعيل نجم دفاع الزمالك أن الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام الأهلي. وقال محمد إسماعيل في تصريحات لقناة الزمالك: جماهير الزمالك دائما ما تقف مع الفريق في كل الظروف وتساندنا، ونسعى لتحقيق اللقب من أجلهم. مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية، نجحنا في تقديم أداء مميز وجميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد. كلمتين قبل ماتش الأهلي: احتمالات ان يوم الاحد الكابتن احمد عبد الرؤوف يدخل النهائي وهو خسران بزيرة
وعنده غيابات بسبب إصابات ماتش بيراميدز، واقع بدنيا بسبب فترة فيريرا وماتش بيراميدز. وفي نفس الوقت في مواجهة الأهلي بمدربه الجديد وبحضور كافة نجومه باستثناء إمام عاشور، وفي حضور زيزو اللاعب السابق للزمالك واللي هيحاول يرد اعتباره. وبعد كل ده يخرج بالكاس. ايه الاحتمالات؟ احتمالات ضعيفة لدرجة العدم، ولكن هي دي الاحتمالات اللي الزمالك بنى عليها تاريخه بشكل عام. احتمالات العدم، احتمالات العالم كله فيها بيرفع الراية البيضاء، ولكن الزمالك في الاحتمالات دي بيفضل انه يغامر ويحاول. احتمالات الكل بيراهن على فشل الزمالك فيها، بس ما تعرفش منين فجأة تلاقيه خارج بالكاس زي السوبر الافريقي. احمد عبد الرؤوف، انا هفضل اقول اني مش مستني منه حاجه، يكفي بس انه فضح النصاب اللي كان قبله. ولكن ماذا لو الاحتمالات الضعيفه دي قررت تنصفنا وتنصفه؟ تساؤل. ايا كانت عواقبه انا متقبل تماما النتيجه. احنا مش خسرانين حاجه يوم الاحد، ودي اقصى درجات التحرر من الضغوط. عاش يا اوفا وربنا يوفقك. علق الناقد الرياضي الأهلاوي خالد طلعت على عدم احتساب حكم مباراة الأهلي وسيراميكا ركلة جزاء لصالح سيراميكا. وكتب خالد طلعت عبر حسابه على الفيسبوك: ضربة جزاء واضحة 100% لصالح سيراميكا في الثانية الأخيرة بعد اصطدام الكرة وهي في طريقها للمرمى بإيد أحمد نبيل كوكا وإيده خارج جسمه، ولكن حكم المباراة محمود البنا لم يحتسبها، وحكم الفار لم يستدعيه وسط اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني ولاعبي فريق سيراميكا. علق علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على فضيحة التحكيم في مباراة فريقه أمام الأهلي. علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تحدث في المؤتمر الصحفي معلقا على هذه النقطة، معبرا عن استيائه من القرارات التحكيمية. وقال ماهر: أنا لا أطلب سوى العدالة والحصول على حقي، فأنا أعمل بجد واجتهاد وأبذل كل ما في وسعي أنا وفريقي داخل الملعب، كل ما أريده هو الإنصاف. وأضاف المدير الفني متسائلا عن ركلة الجزاء التي لم تحتسب لفريقه قائلا: ركلة الجزاء كانت واضحة أمام الحكم وهناك تقنية فار أيضا، ولا أفهم لماذا لم تحتسب. أنا أتعب واجتهد فقط، أريد حقي. وأتم: بعد إذنكم لا أريد الخوض أكثر من هذا في هذه النقطة، كل شيء واضح أمام الجميع وأنا لا أريد أن أتعرض للإيقاف. وجه معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة في نادي سيراميكا انتقادات قوية للأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر. وقال البطاوي في تصريحات تلفزيونية: مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الكبير، وحظ أوفر لفريقنا وجهازنا الفني. تعبنا واجتهدنا كتير وعمرنا ما اتكلمنا عن التحكيم، ولكن نتمنى كما سمعنا أن تكون هذه المباراة بمثابة تكريم للحكم محمود البنا. وأبدى البطاوي استياءه من القرارات التحكيمية قائلا: لماذا يكون التحكيم بهذا الشكل؟ الكرة لمست ايد لاعب الاهلي مرتين ولم يختلف احد على ذلك، ولكن المشكلة انها كانت ضد الاهلي وجاءت في الدقيقة 96. نتمنى فقط الا نظل نشعر بالظلم. واختتم حديثه بالتأكيد على ان سيراميكا قدم مباراة قوية رغم الخسارة، مؤكدا ان الفريق سيواصل العمل بتركيز واصرار في الفترة القادمة. الحمد لله والله، الزمالك عمره ما احتاج لبنا يبني له المجد، ومعروف عنه انه بيعتمد على نفسه. اوضح هاني سعيد المدير الرياضي البيراميدز ان طريقة لعب الزمالك كان هدفها غلق المفاتيح ضد فريقه، وان سيناريو التوديع بركلات الترجيح اصبح مكرر. قال هاني سعيد: مشهد الخروج من نصف النهائي في السوبر المصري بركلات الترجيح اصبح متكرر وكنت اتمنى تغييره. قبل المباراة عملنا على الفوز بالمباراة والبطولة. منذ المشاركة في النسخة الماضية تغيرت بعض المعطيات وحققنا أكثر من لقب، وهذا أحدث الفارق في العمل والتفكير. كان طبيعيا أن نفكر في الفوز بكل المباريات، ولكن للأسف السيناريو تكرر مجددا. تركيز الزمالك في المباراة كان على غلق المفاتيح أمام بيراميدز بدلا من الحصول على زمام المبادرة، وهي من الأسباب التي جعلتنا لا نظهر بالشكل المعتاد. اسلوب لعب الزمالك اثر بعض الشيء على طريقه لعبنا، لدينا غيابات مؤثره وكان لدينا شكوك حول مشاركه محمد حمدي وابراهيم مايلي، كلاهما لم يكن جاهز بنسبه 100%. غياب بلاتي توريه كان مؤثر بالاضافه لمصطفى فتحي ورمضان صبحي، هذا ليس مبرر لاننا حققنا انتصارات من قبل في ظل تلك الغيابات. الفريق لم يكن في افضل حالاته فنيا في مباراه الزمالك. ما أثير سابقا عن أنباء إقالة يوريتشيتش قبل مواجهة الأهلي في الدوري حال الخسارة، حينها قال:
هذا كان كلام وسائل الإعلام فقط، ونحن لا نتعامل بالمباراة أو بالقطع. طبعا الأستاذ هاني سعيد تقريبا كده عايزنا نقعد معاهم ونسألهم إيه هي طريقة اللعب المناسبة اللي هم عايزيننا نلعب بيها قبل مبارياتنا. أرجع الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز الخسارة في نصف نهائي السوبر لعدم التوفيق، حيث انتصر الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 0-0 في تاني مباريات المربع الذهبي. وقال الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: المباراة كانت صعبة وقدمنا كل ما لدينا، فخور بلاعبي فريقي وكان ينقصنا التوفيق هجوميا ولن ألوم لاعبي الفريق. أبارك لهم لأنهم أبطال وللزمالك بسبب تأهله. هذا ما حدث نتاج توالي المباريات الفترة الماضية. لم نكن موفقين في ركلات الترجيح، لدي العديد من اللاعبين المصابين في الفترة الأخيرة وسنواصل العمل. افتقدنا للمسة الأخيرة أو التمريرة الأخيرة في الثلث الهجومي. أخطأت في إشراك ميلي أساسيا لأنه لم يكن جاهز بشكل كامل. عدم مشاركة محمود جاد. الشيبي شعر بآلام في آخر المباراة واستنفذنا التغييرات. الزمالك لعب بشكل دفاعي واعتمد على المرتدات. لعبنا بشكل جيد هجوميا واستحوذنا على الكرة وهاجمنا أكثر من الزمالك ولكننا لم نسجل. هي كرة القدم. علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق كرة القدم في نادي الزمالك على فوز الفريق في مباراة بيراميدز والتأهل إلى نهائي السوبر. أحمد عبد الرؤوف أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح. ووجه أحمد عبد الرؤوف التهنئة إلى جماهير الزمالك على هذا الانتصار، حيث قال عبر المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: أبارك لجماهير الزمالك الفوز والتأهل. المباراة كانت صعبة للغاية. اعتمدنا في الشوط الأول على التحولات الهجومية وغلق مفاتيح لعب بيراميدز، واضطررنا لإجراء بعض التغييرات بسبب الإصابات التي واجهتنا خلال اللقاء. نمر بظروف صعبة غير طبيعية ولكن هدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة إن شاء الله. دفعت بأحمد فتوح في مواجهة محمد الشيبي لغلق الجبهة اليمنى لبيراميدز، ورغم ضيق الوقت قبل المباراة حاولنا تجهيز الفريق بالشكل الأمثل فنيا وبدنيا وذهنيا. وأوضح عبد الرؤوف أن المباراة لم تشهد فرص كثيرة من الجانبين، مؤكدا أن الأهم كان تحقيق التأهل للنهائي. كما أشاد بأداء شيكو بانزا، موضحا في نفس الوقت أن استبدال أحمد شريف جاء بسبب عودته من الإصابة وليس لتراجع مستوى اللاعب. أعلم أن جمهور الزمالك قد لا يكون راضي عن الأداء، ولكننا نعمل وسط ظروف صعبة، ومع مرور الوقت سنسعى لتصحيح الأوضاع وحل كل الأزمات بإذن الله. في النهاية بتوجه بكل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.